في خبر كده انا سمعته، ومن ساعتها وانا مصدوم. من ساعتها وانا مش عارف اتكلم اقول ايه بصراحة. يعني خبر انا دماغي رسترت وعملت ايرور اول ما سمعته. واحد هيقول لي خير يا اصلي في ايه؟ ارزع اللايك وتعالى. بص يا سيدي، مبدئيا هسألك سؤال بيطرح بلح وسؤال بديهي وعادي خالص. يعني ايه السيستم يقع؟ رد عليا. يعني ايه السيستم يقع؟ وده مش اول سيستم جماهير النادي الاهلي توقعه. ده مش اول سيستم اصلا. واحد هيقول لي خير يا اصلي وضح لنا في ايه. هقول كلنا عارفين ان موقع تذكرتي طرح التذاكر بتاعت جماهير النادي الاهلي لمباراته مع نادي شباب بلوزداد بكره الساعه 6. حلو الكلام ده امتى؟ الكلام ده امبارح. موقع تذكرتي بعد 10 دقايق التذاكر اتحجزت والموقع قفل. والموقع اصلا اللي اتعرف امبارح ان الموقع اصلا ايه، السيستم بتاعه وقع من ضغط جماهير النادي الاهلي. جماعة اللي معروف في اي حتة وعلى اي فريق ان التذاكر بتطرح قبل المباراة ب 24 ساعة، قبل المباراة ب 48 ساعة. التذاكر بتخلص على مدار اليوم، على مدار ال 24 ساعة او ال 48 ساعة. حلو جماهير النادي الاهلي بتخلص التذاكر اول 10 دقايق من الموقع. عما يفتح تلاقي جماهير النادي الاهلي دخلت قامت ناسفه التذاكر. بشويش، بالراحه، ما انتوا بتعملوا حاجات خازقه للطبيعه. في فرق بتقعد تدور على جماهيرها بالاسبوع، بتقعد تتكلم على فريقها بالاسبوع، اقسم بالله بالاسبوع. بشويش وبالراحه، لان انتوا بتعملوا حاجات خازقه للطبيعه. طيب ده اول سيستم توقعوه؟ لا، ده خد التانية والانقع. جماهير النادي الاهلي كلنا عارفين ان ليها مباريات في كاس العالم للانديه. صح، في حد ما يعرفش؟ لا، كلنا عارفين. طيب جماهير النادي الاهلي برضو عملت نفس الحركه. تذاكر مبارياته اتطرحت في ابو ظبي. جماهير النادي الاهلي خلصت التذاكر في اول ربع ساعه. اول ربع ساعه السيستم قام وقع برضه وعمل نفس الحركه والتذاكر خلاص خلصت. ما بيشويش برضه، ما بيشويش يا جدعان. ما كده انت هتحجز وكده كده. لكن جماهير النادي الاهلي تقول لك لا، وانا اللي اقعد طول اليوم؟ ما انا اقوم موقع السيستم. ده حاجه عاديه احنا بنعملها كل ماتش. طب خد التالتة والانقح. بص بقى يا سيدي، جماهير النادي الاهلي كلنا عارفين الاستفتاءات برضو ما شاء الله عليهم، واخدين الاخضر واليابس. استفتاءات بقى رابطة أندية ما بيحلوش. حلو بيقول لك بقى ما احنا كنادي زمالك احنا الأكثر شعبية، صح؟ ناخد استفتاء واحد؟ لا، ما هو كابتن خالد الغندور مأكد لي ان احنا الأكثر شعبية. صح يا كابتن خالد؟ مش احنا كنادي زمالك الأكثر شعبية؟ صح. كابتن أحمد يا طيب، مش احنا الأكثر شعبية؟ صح طبعا اكيد. امال في يا جدعان؟ طب ما احنا الاكثر شعبيه، ما بناخدش ولا استفتاء ليه؟ ما بناخدش ولا استفتاء ليه؟ ما تفهملهاش، ما تفهم، لا يعني ما تقتنعش. حلو جماهير النادي الاهلي في استفتاءات في جلوب سكر حلينها. لا، طب الاستفتاءات دي عباره عن ايه؟ افضل نادي في العالم، افضل نادي في الشرق الاوسط، افضل لاعب في الشرق الاوسط، وده بينافس فيها محمد الشناوي، وعندك بقى كريم بنزيما، وعندك الدوسري، وعندك كريستيانو رونالدو، وعندك ليله والليله. جماهير النادي الاهلي حرفيا في افضل نادي في العالم مكحولين الدنيا. بص، ماسكين الفرق هناك مململينها وبالاقلام، وماسكين الاستفتاء بالاقلام رايح جاي رايح. مش احنا الاكثر شعبيه؟ ما بناخدش ولا استفتاء، ولا حتى نادي الزمالك موجود في استفتاءات جلوب سكر. ليه؟ ما احنا الاكثر شعبيه. كابتن خالد بالله عليك اهدى واسكت شويه وريح دماغك. خليك واقعي، خليك على ارض الواقع. ما احنا كلنا عارفين ان احنا، بص، النادي الملكي وافضل نادي في افريقيا. يا عم ماشي، ولكن نتكلم بالمنطق وبالعقل. حته الاكثر شعبيه، مفيش عيل صغير حتى، يعني احنا زملكاويه بتاع، بس مفيش عيل صغير يقتنع بالكلام ده يا كابتن خالد. فاهدى وريح نفسك شويه. وبقول رساله لجماهير النادي الاهلي، بشويش في الاستفتاءات.
بشويش في طرح التذاكر، وبشويش يا جماعه والله هتاخد التذكره عادي وهتحضر الماتش، بس بشويش. ما توقعوش السيستم، ما توقعوش السيستم. سلام عليكم.